هاخدكم في جولة صغنطوطة قد كده اهو، بس قديمة قوي. المكان ده في الزمالك اسمه الجوخ. بداية الحكاية، المكان ده كان بيت، اكيد عرفته، اسماعيل ياسين الله يرحمه. ده السلم، ده الاسانسير. بصوا بقى، كل حاجة هنا عايزة تتصور لوحدها. كل حاجة هنا تحفة فنية. نرحب بكم أحيانا. أحيانا مش دايما يعني. الراجل الجميل ده، بقول لهم الراجل الجميل ده استضافنا هنا في المكان الجميل ده، وهو بداية الحكاية. ربنا يخليك، شكرا. بصوا كل حاجة هنا تحفة تحفة تحفة. مش هسيب حاجة إلا لما أوريها لكم. ده بيته، دي حاجته زي ما هي، بقت أنتيكة. هوريكم حاجة جميلة، استنوا. دي الصالة، في بس ناس قاعدة. البلكونة أكيد كده عرفتوا المكان، أكيد كده عرفتوا المكان فين بالظبط. المكان رائع يا جماعة، ما يتفوتش ما يتفوتش. تحس وانت جاي يا خراشي على الضحكة الحلوة، بتاخد نفس عميق. انا لسه كنت عايزة اوريكم كمان الفطار هنا عبارة عن ايه. الفطار هنا حكاية حكاية. هنا مكان اللي بنطلب منه الفطار. عشان انتم منزلين 5 ترغيفه في 7 واحد يعني. هنا بيتخانقوا على الفطار عادي، ملناش دعوه. عادي. المكان يا جماعه ما يتفوتش، حلو وفي ريحه الاصاله كده، ريحه جميله، وتحس كده ان انت قاعد في بيت جدتك، في بيت جدك، في مكان كده مريح نفسي. تفطر وانت قاعد في احساس جميل. احنا بنزعج الناس، بس انا قلت ما ينفعش اكون هنا لوحدي تتفرجوا معايا. استنوني في مكان تاني جديد.